أيوه، أنا اللي عملت القشطوطة بالعيش، أيوه بالعيش من غير فرن، ومن غير ما نشغّل الفرن في الجو الحر ده، ومن غير كمان بيض، ومن غير دوشة كتير، بطريقة بمنتهى السهولة، ومش قادرة أقول لكم يا جماعة الطعم كان عامل إزاي. ده أنا مش بس عملت كده، ده أنا كمان دلّعتها وحطيت لها مانجا، وما فيش بقى أجمل من المانجا وموسم المانجا، والمانجا زي السكر. يالّا نسمّي الله ونصلّي على رسول الله، ندخل نشوف الجمال ده عملناه إزاي؟ وعشان الطريقة دي حصري ما تنسيش بقى تعملي لايك كتير وتوصلي الفيديو لأكبر عدد. النهاردة جبت العيش التوست بتاعنا وشلت الحروف بتاعته أو الأطراف بتاعته بالشكل ده. طبعا الأطراف بتاعته دي أنا مش برميها خالص، هنعمل بيها سناكس حلو قوي، بعمله بطريقتين حادق وحلو، والأطفال بيعشقوه يا جماعة وبيبقى طعمه حلو قوي. ممكن كمان تحمصيه وتطحنيه ويبقى أحلى بقسماط. جبت التوست طبعًا وشِلت الأطراف بتاعته، وجبت الصينية بتاعتي اللي هو قالب البايركس الحجم الوسط، تقدري تستخدمي أي صينية عادي خالص. جبت التوست وحطيت التوست كده طبقتين من التوست، طبعًا بنملى الفراغات كده بالشكل ده، بنرص التوست كده طبقتين فوق بعض، كده زي الفل. بعد ما رصيت التوست كده وأنا بارص التوست كده باساويه وباضغط عليه بالشكل ده عشان الطبقة بتاعتي دي تبقى كده سلسة كده وتبقى متساوية خالص، كده زي الفل. هاحط الصينية دي على جنب وهنبدأ نعمل طبقة حلوة أوي هتخلّي التوست دوّة تودّي الطعم في حتة تانية خالص. جبت حلة ونزلت في الحلة دي ب4 كوبايات من الحليب، وعلى 4 الكوبايات حليب دول هانزل بعلبتين من الكريم كراميل. هاسيب الصوص على جنب وهانزل كده ببودرة الكريم كراميل. مش هاحتاج إن أنا أحط سكر ولا أحط أي حاجة تانية، يا دوبك بس 4 كوبايات من الحليب وعليهم 2 باكت أو علبتين من الكريم كراميل. باقلبهم كده كويس جدًا على البارد، وبعد كده بارفعه على النار لغاية ما يوصل لمرحلة الغليان. تعالوا بقى نشوف الأطراف بتاعة التوست هنعمل بيها إيه. رصيتها كده في صينية صغيرة بالشكل ده، وهابدأ أديها كده رشة صغيرة من الملح، وكمان رشة صغيرة كده من الكمون. بس كده تقدري تحطي أي توابل أنتِ تفضليها. باقلّبهم كويس جدًا مع بعض وبادخّلهم الفرن لغاية ما يتحمّصوا، وبيبقى أحلى سناكس ياكلوه الولاد. دلوقتي بقى الكريم كراميل قلّبته كويس طبعًا جدًا على النار، ودلوقتي وصل لمرحلة الغليان. أول ما يبدأ يعلى كده وهو مش بيتقل ولا حاجة، بيبدأ يعلى كده ويوصل لمرحلة الغليان، كده استوى معايا وبقى زي الفل، باطفي عليه على طول، وهو سخن كده على طول بانزل على التوست بالكريم كراميل، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نزلت كده بكل كمية الكريم كراميل. بابدأ أساوي التوست بالشكل دوّة كده، لغاية ما يبدأ يتشرّب كلّه كده من الكريم كراميل. باسيبه بقى على ترابيزة المطبخ أو على الرخامة لغاية ما الصينية بتاعتي دي تبرد تمامًا، بعد كده بادخّلها التلاجة. قبل ما أطلّعها من التلاجة كده بحوالي 10 دقايق باعمل أحلى كريمة. جِبت بقى بولة كده ونزلت بكوباية من الكريم شانتيه. الكوباية اللي أنا استخدمتها دي الكوباية المعيارية دي نُص كوباية، عشان كده عملتها مرتين، فكوباية استخدمت كوباية من الكريم شانتيه الخام، ونزلت عليها كده بمعلقتين كبار من السكر، وعليها كمان كوباية من الحليب الساقع. وكمان علشان أدّيها طعم المانجا نزلت كده بحوالي أكتر من ربع كوباية بشوية كده، يعني نُص مانجاية كده مدوباها خالص وضاغطة عليها كده أو هرساها بالشوكة، يعني حوالي ربع كوباية كده من بيوريه المانجا. ما باحتاجش إن أنا أضربها ولا أي حاجة، يا دوبك بس باضغط عليها بالشوكة. ودوّبت كل الكلام دوّة مع بعضه، بعد كده ضربتهم بالمضرب الكهربائي. مش قادرة أوصف لكم الكريمة دي طعمها عامل إزاي، آيس كريم مانجا يا جماعة، تحفة. ضربتها كويس جدًا كده لغاية ما القوام تقل معايا، ونزلت كده بالكريم شانتيه بالمانجا على التوست بالشكل ده. التوست ده بقى طعمه حاجة تانية خالص، مش ممكن أبدًا تقولي إن ده توست. أنتِ بتاكلي كيكة خفيفة خالص ما تفرقيهاش أبدًا عن القشطوطة، والله يا جماعة يمكن أطعم وألذ وأخف كمان. بابدأ أساوي الكريمة بالشكل ده، كريمة طعمها حلو أوي، واخدة اللون الأورانج بتاع المانجا أو اللون الأصفر كده بتاع المانجا، وطعمها كمان خطيرة، حلوة جدًا. سويتها بالspatula بالشكل دوّة، واديت الصينية كده خبطتين علشان الكريمة بتاعتي تمسك كده في التوست. جبت بقى ضهر شوكة علشان تبقى نفس شكل القشطوطة، ضهر شوكة كده وبدأت أعمل فيها خطوط بالشكل ده. طبعًا الجو حَر جدًا وكانت الكريمة ساحت معايا شوية، فدخّلتها كمان التلاجة ساعة علشان الشكل اللي أنا عملته دوّة يثبت عليها وتتماسك أكتر. بعد ما دخّلتها التلاجة ساعة، طلّعتها كده وكنت مجهّزة حوالي مانجاية كده مقطّعاها مكعبات بالشكل ده، وزيّنت كده القشطوطة بتاعتي بالمانجا بالشكل ده.
مش قادرة اوصف لكم الطعم عامل ازاي، حاجة كده خطيرة والطريقة تحفة، الشكل كأنه متعوب عليه وهي سهلة جدا. انتي بتاكلي تورتاية مانجا تحفة يا جماعة، مش قادرة اوصف الجمال عاملة ازاي. وزعت كده مكعبات المانجا او قطع المانجا بالشكل ده. دي كانت منجاية كده بحجم متوسط، قطعتها كده مكعبات صغيرة، وزعتها. وبعد ما وزعتها كده سويتها كويس جدا، وبعد كده برضو دخلتها التلاجة لمدة ساعة تانية. بصوا منظر القالب عامل ازاي، كله كده غرقان بكريمة وصوصات تحفة، بسيطة وسهلة وما استخدمناش مكونات كتير، واي حد يقدر يدخل المطبخ ويعملها، هتطلع معاكي حاجة تحفة، ومفيش حد ابدا هيصدق ان انت عاملاها او مستخدمة عيش توست في الكيكة اللي تحت. دلوقتي بقى بدأت اقطعها كده، بصوا بقى يا جماعة خفيفة جدا. قطعت كده قطعة، وهقطع معاكم كذا قطعة قدامكم عشان تشوفوا قد ايه هي خطيرة جدا. بصوا المنظر تحفة يا جماعة، تورتاية. نيجي بقى للطعم، مش قادرة اوصف لكم الطعم عامل ازاي، خفيفة وسكرها مظبوط جدا، وحاجة كده ما تشبعيش منها ابدا. اتمنى كده يكون الفيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، تفاعلكم على الصفحة بيخلي كل فيديو كل جديد بنزله بيوصل لكم. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.